السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال دايما يا رب. تعالوا بقى النهارده كده نعمل شويه قرص طريه. طبعا دلوقتي القرص بقت غاليه جدا في الفرن. هنعملها بقى بطريقه سهله وبسيطه جدا بمقادير موجوده في البيت. كمان هقولك ازاي تخمري العجين كويس جدا، وهقولك كمان ازاي تعملي القرص تبقى هشه وحلوه كده زي ما انتم شايفينها. بجد الكميه دي ب3 كوبايات ونص من الدقيق. بسم الله ما شاء الله عملت شوفوا كام قرصه كده، بسم الله ما شاء الله، يعني كميه كويسه جدا. عايزه اقول لكم طريقتها سهله وبسيطه. تقدري لو عايزه تحشيها جبنه مفيش مشكله. انا هنا عامله ساده وعامله بالقرفه والسكر والسمسم. طبعا القرفه والسكر والسمسم القرص دي عشقي، انا بعشقها جدا يعني. بصوا بقى القرص الطريه يا جماعه، طريه جدا. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا، بجد سهله وبسيطه. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف مقاديرنا ايه. عايزه اقول لكم المقادير موجوده في البيت، سهله وبسيطه جدا. بجد مش هتاخد منك وقت ولا مجهود ولا تكلفه. بصوا يا جماعه القرص من جوه هشه ازاي، وبصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي في الشتاء، دخلنا على الشتاء كمان في دراسه. فالصبح طبعا بيبقى الولاد رايحين يشربوا كوبايه لبن او شاي بلبن. بتبقي محتاره بقى تعملي لهم ايه الصبح جنب الفطار. بيبقى عايزين حاجه خفيفه. طبعا انت رايحه الشغل، جوزك رايح الشغل، بتبقى عايزه حاجه بسيطه كده وخفيفه تعمليها. تمام. وتغيير بجد، يعني انت لو عملتي كميه قليله تغيير، يعني كل يوم كل كام يوم كده تعملي حاجه شكل. بجد سهله وبسيطه جدا وبسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم الكميه ب3 كوبايات ونص من الدقيق وشويه حاجات في البيت هنعمل القرص الجامده دي. تعالوا بينا بقى يلا نشوف مقاديرنا ايه. بس ما تنسونيش من السبسكرايب واللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، عشان طبعا الكومنتات واللايكات بتفرحني جدا جدا. يلا نشوف مقاديرنا ايه. معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، معايا نص معلقه من بيكنج باودر، ربع معلقه من الملح وفانيليا، كوبايه لبن الا ربع، معلقه كبيره سكر، معلقه خميره، وعندي كده كوبايه الا ربع. حطيت زبده بلدي، معلقتين زبده بلدي زي ما انتم شايفين. وحطيت عليهم معلقه من السمنه، معلقتين من السمنه ومعلقتين من الزيت. يعني المقدار كيلو يعني كوبايه قصدي الا ربع من الزبده بقى، على سمنه على زيت زي ما انت عايزه. تمام. جبت الخميره والسكر، معلقه خميره كبيره، معلقه ونص من السكر، حطيت عليها شويه من اللبن وحطيت عليها شويه من الميه، وهبدا اقلب الخميره كده، نشط الخميره. تمام. واسيبها على جنب. تمام. وطبعا انا هنا يعني مع معلقه السكر والخميره انا حطيت كمان معلقتين من السكر. يعني انا عايزاها تبقى مسكره شويه، لو عايزه تقللي السكر مفيش مشكله. هنا بقى الدقيق عليه نص معلقه من بيكنج باودر، عليه ربع معلقه من الملح، وحطيت عليهم الفانيليا، وبدات احط الخميره باللبن بالسكر بالميه عليها. طبعا هنا عندي انا بقيت كوبايه اللبن وبقيت الميه. طبعا يا جماعه انا ما اقدرش اقول لكم ميه قد ايه بصراحه، لاني انا اكتشفت ان معظم الدقيق كله بيختلف عن بعضه. فانتي بيبقى جنبك تعجني بميه تعجني بلبن بيبقى جنبك. هنا بعد ما حطيت الكميه الميه المطلوبه اللي انا حسيت العجينه كويسه، حطيت كوبايه الا ربع من السمنه على زبده على زيت. تقدري تحطي الماده الدهنيه عندك بس ما تحطيش زيت، بس لازم تدخلي معاه سمنه او زبده. وبدات اعجن حوالي 10 دقايق كده القرص لغايه ما العجينه معايا بقت بالشكل ده، تبقى طريه وما بتلزقش في الايد. طيب لو لقيت العجينه يعني ما لمتش معايا او حاجه، بحط معلقه من الدقيق واحده، ما تزوديش ما كتريش الدقيق. لقيتها ناشفه معايا بحط شويه من الميه. تمام. هنا بسم الله ما شاء الله العجينه بجد طلعت مظبوطه جدا، المقادير طلعت مظبوطه. بس عايزه اقول لكم كل دقيق بيختلف. هنا سبتها حوالي نص ساعه كده او ساعه الا ربع، خمرت. بدات بقى افرغ الهواء اللي فيها وبدات اكورها كور. طبعا انت عايزه حجم القرصه اللي انت عايزاها. انا بصراحه يعني ما عملتهاش صغيره قوي، عملتها حجم المتوسط. يعني والقرص اللي هي الساده عملتها كبيره شويه. فانت عايزه تقللي مفيش مشكله، حجم القرصه اللي انت عايزاه. عايزه تعمليها ميني صغيره برضو اللي انت عايزاه. انا هنا كورت الكور. طيب بعد ما بكور الكور دي انا بسيبها ترتاح 10 دقايق قبل الفرد او ربع ساعه. لازم تسيبيها ترتاح، يعني انت بتكوريها وتسيبيها ترتاح. طيب في المرحله دي بقى عايزه اقول لكم بجد طبعا الجو ما بيبقى حر القرص بتتخمر معاكي بسرعه جدا. طبعا الجو لو بدأ بيبقى ساقعه بتاخد وقت في الخمر، فعشان كده اديها وقتها ما تستعجليش عليها. انا هنا بقى جبت كده سكر على قرفه. تمام. حشيت بيها القرصه وقفلتها كويس وبططتها كده على رخامه، وجبت طبق فيه ميه او لبن زي ما انت عايزه، وحطيت عليها السمسم عشان السمسم يمسك.
لو مش عايزه تعملي الميه مفيش مشكله، ممكن تحطي السمسم على طول، بس حركه الميه او اللبن في الطبق الاول وبعد كده تحطيها في السمسم بتساعد ان السمسم ما يقعش منك خالص ويثبت في القرص. بصوا بقى عملتها كده. طب لو عايزه تحشيها جبنه مفيش مشكله، عايزه تحشيها طبعا عجوه مفيش مشكله، بس انا عشان كنت لسه من قريب عامله معاكم كنت عامله فطاير كده محشيه عجوه، فقلت ايه انا مش هعمل عجوه تاني، انا برضو ايه اعملها كده بالقرفه والسكر، لان انا بحبها جدا القرفه والسكر دي. تمام. الساده بقى ممكن تاكلي بيها جبنه، ممكن تاكليها مع الشاي كده، بجد بتبقى حلوه جدا برضو. بصوا بقى هنا خلصت. طبعا انا بدهن الصاج بتاعي سمنه او زبده او زيت مفيش مشكله، بس انا دهناه زبده. الزبده بتخلي القرص او اي معجنات او بسكويتات ما بتلزقش في الصاج خالص، بدل ما تحطي ورق زبده يعني. هنا بقى القرص الطريه الساده انا بدات بقى افردها كده، وبسيب مسافه بين كل قرصه وقرصه. تمام. بسيبها بقى كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه القبه اللي فيها دي هي بتخمر بسرعه. تمام. طبعا احنا لو في الشتاء بتاخد وقت، عايزه اقول لكم بتاخد وقت. هنا ما كملتش معايا تلت ساعه وخمرت بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى بيكون مشغله الفرن على درجه حراره 200. بشغل من تحت وفوق. تمام. فوق ببقى مقلله الدرجه شويه. ممكن فوق عادي، في ناس ما عندهمش افران تشغلي الاتنين مع بعض، فشغلي من تحت اهم حاجه على درجه عاليه، لان المعجنات والمخبوزات عامه لازم تخش على درجه حراره عاليه. هنا جبت شويه من اللبن كده وحطيتهم على القرص، بيدي اللون الحلو ده وبتديها طراوه بصراحه، وبيبقى ريحتها حلوه قوي يعني. تمام. طيب بدخل القرص بقى على درجه حراره 200 في رف الاسطاني. اول ما تبدا تخش في السوا ببدا اشغل عليها الشوايه اخر 7 دقايق او 10 دقايق. بجد بسم الله ما شاء الله القرص طلعت منفوخه زي ما انتم شايفينها كده. ليه؟ عشان انا عجنتها كويس وخمرتها كويس جدا. القرص دي ممكن بقى تجيبي معلقه من الزبده كده الدايبه او معلقه من السمنه البلدي تحطيها على وش القرص وتغطيها، بتبقى ريحتها فظيعه يا جماعه، بجد فلاحي فلاحي يعني، بجد بتبقى جامده جدا جدا. تقدري تخزني القرص اللي ساده في الفريزر، طلعيها قبلها ب5 دقايق وتسخنيها، بجد بتبقى كأنك لسه عاملاها بالظبط. يعني انت ممكن تضاعفي الكميه وتحطيها في الفريزر. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع اكلات ماما زوزو. طبعا انا دخلت المدارس او في مدارس او دخلت الشتاء، المعجنات دي بتبقى اساسيات مطلوبه في الشتاء او في المدارس، طبعا عشان فطار الصبح مع كوبايه اللبن زي ما قلت لكم، شاي بلبن. وانا طبعا زي ما قلت لكم الشاي باللبن ده بالنسبه لي عشقي كده. بفتح هنا عايزه اقول لكم بفتح عيني على كوبايه شاي بلبن، بجد يعني شاي بلبن ده هو ده الحاجه الوحيده اللي بتظبط لي مود اليوم كله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع اكلات ماما زوزو. تنسونيش بقى من السبسكرايب واللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد باذن الله.